لما اقوم كده واطلع واقول اتوكلت عليك يا ربي ونعم بالله. ما بينسانيش. بس ده معف نفسي ربنا بيبعت لي رزق. السلام عليكم يا حاج. ال 100 جنيه دي وقع منك؟ لقيت انا 100 جنيه وقع هنا. ولا بشوف وانا ماشي لقيتها هنا عند الكشك بتاعتك. ما اعرفش، انا بطلع وادخل الجيب وما بشوف. هو رزق. طب ما تدوري كده. هو رزق. ها؟ هو رزق. ما بتعديش. كل سنه وانت طيبه. متأكدة؟ طيب ما تدوري كده. مش متأكدة يعني؟ لا. انت مش متأكدة انها بتاعتك ولا لا؟ لا انا مش متاكد عشان حرام. لا انا مش متاكد عشان حرام. حرام. لو ليا نصيب اخد اما اسمه. بس انت مش متأكدة ان دي بتاعتك ولا لا؟ لا مش متاكد. والله انت ست امينة وجميلة. انا بس كنت بختبر حضرتك واقول لك كل سنة وانت طيبة. حبيبي وانت طيب يا حبيبي ويسعدك. انت فزت معانا عشان امانتك دي. ربنا يخليك يا حبيب قلبي ويصلح حالك ويبعد عنك المرض ويقول عليا مبروك عليك. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. الحمد لله يا حبيب قلبي. قولي لي بقى يا حاجة، انت بتعملي ايه هنا؟ ما بجيبش قفص قوطه وشويه بطاطس وشويه بصل. ما بجيبش قفص قوطه وشويه بطاطس وشويه بصل. تمام. خدت بس واقعد بيهم وربنا ما بينساش حد. ونعم بالله سبحانه وتعالى. الحمد لله. ونعم بالله. بس ده معف نفسي ربنا بيبعت لي رزقي. بس ده معف نفسي ربنا بيبعت لي رزقي. يعني حضرتك بتشتغل؟ بقعد كده. قد ايه بتقعد؟ قد ايه طول اليوم ولا وقت معين؟ لا ما بغيبش الا الجمعه. الجمعة بس. ويوميا موجودة حضرتك بتبيعي وبتشتغل؟ بجيب من ده 15 من ده 10 وقفص قوطه واقعد بيه وربنا الرازق ما بينسانيش. ونعم بالله سبحانه وتعالى. لله. عندك اولاد يا امي؟ عند الله يعينهم 2 عيانين وواحد شايل بيته. عيانين عندهم ايه يا امي؟ ابن الوسطاني عامل عمليه له مقصه تحتيه. قالوا له بعد شهرين تروح تعمل اشعه تاني رنين وتيجي نشوف اللي احنا ربطناه لك الناسور. نشوف هو هيموت مكان ولا نفتح لك تاني. تمام. رائد عند ابوه الصغير عنده الغضروف. الف سلامة. عنده 38 سنه. وحضرتك بتساعديهم في شغلك ده؟ لا ربنا بيساعدهم انا ما بساعدش حد. ونعم بالله سبحانه. بس انت بتشتغلي برضه؟ لا ما انا لما اطلع تبقى لقمتي حلوه. ايوه. بدل ما استنى لما حد يدينا 10 جنيه اجي على عيله وظروفه تعبانه. ربنا ما قالش كده. ربنا بيقول اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. وانا اعينك. لما اقوم كده واطلع واقول اتوكلت عليك يا ربي ونعم بالله ما بينسانيش. بروح سعيده وفرحت وعملت كل حاجه. الله يبارك لك والله. الحمد لله. انا فخور النهارده ان انا ان قابلتك. شاء الله يكبر بجد خاطرك والله. عند العبد وعند الرب ويبعد عنك المرض ويبعد عنك ولاد الحرام. اللهم امين يا رب. بس. وحضرتك كنت امينه لما سالتك الفلوس دي بتاعتك قلت لي مش بتاعتي ومش متاكده لان لا انا بص بتصلحهم كده فوق ونوقع حاجه ما بتاخديش بالك منها. بتوع جاريه كده وانا قاعده فبنتي تلاقيها لي انا الاقيها وانا بقوم بس والحمد لله. طب مش عايز تعرف فزت معانا بايه؟ الله اعلم. الله اعلم. طب يعني فكري كده. لا ده حاجه بتاع ربنا. نعم بالله. ده حاجه بتاع ربنا. عشان ست امينه وجميله ربنا كتب لك انك انت تفوزي معانا ببرنامجنا اسمه رغم الظروف. برنامج رغم الظروف بندي فيه هدايا للناس الامينه، الناس المحترمه، الناس الجميله اللي تستحق كل الخير. ماشي يا حبيبي. اللي رغم مهما كانت الظروف عندها صعبه لازم تكون امينه وتكون صادقه وما تعملش حاجه وحشه. ده حاجه هنقابل بها رب كريم. بيقول يا امانه رايحه فين؟ قالت عند اللي يسني. يا امانه رايحه فين؟ قالت عند اللي يسني. لما جاري مثلا يسيب جاري حاجه وهو قفل ومشي ادخلها له عندي تاني يوم اخدها اقول يا ابو اصاله انت نسيت عندي فرد الدولاب، نسيت عندي كوميدينو ويروح اديها له. ربنا يبارك. وانا غايبه بيجي ايه يخلي باله من دكانتي. حد سال عليا يقول له موجوده بس والحمد لله. ربنا يسعدكم. اللهم يجعل ايام مبروك عليكم جميعا. كل سنه وانتم طيبه. وانت طيب يا ما حبيبي. تأمرناش باي حاجه. انا امر بصحتكم في الدنيا والسعاده. ربنا يبارك فيك. ربنا يخليك يا حبيبي. تسلمي لي يا حبيبتي ومبسوط ان انا شفتك يا امي. ربنا يصلح حالك. انت نموذج محترم وبجد والله فخر لاي حد انه يقابل حضرتك وانا مبسوط وفخور بيكي جدا يا امي. يبارك لك في صحتك وعافيتك. امين. يجعل ايام مبروك عليكم جميعا وعلى امه مصر كلها. طيب يا حبيبي. ماشي ماشي.
السلام عليكم.